السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة توب تيم، أهلا بكم معانا النهاردة في خبر جديد وعلى الماشي. وكلامنا النهاردة عن رمضان صبحي وانفعاله من اللي حصل. بس قبل ما نعرف تفاصيل الخبر، لو انت من محبي النادي الأهلي يا ريت تضغط لايك وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفها عشان يوصلك كل جديد عن النادي الأهلي وكمان حصريا عن كرة القدم. بعد إعلان قائمة المنتخب المصري التي ستخوض بطولة أفريقيا التي ستقام بكوتيفوار، صرح لاعب بيراميدز ولاعب الأهلي السابق رمضان صبحي، وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة الشروق السعودية، وقال: تفاجأت بعدم وجودي في قائمة المنتخب التي ستخوض بطولة أفريقيا بكوتيفوار. أشعر بالظلم من عدم استدعائي لقائمة المنتخب رغم أني أديت أداء قوي خلال الموسم الماضي مع فريقي، ورغم ذلك تم استبعادي من المنتخب. فهل عدم حصولي على بطولة مع فريقي هو سبب استبعادي من المنتخب؟ فأنا كنت دائم الوجود في قائمة المنتخب. أنا أعرف أنني لم أحصل على أي بطولة مع فريقي سواء محلية أو إفريقية، ولكن يجب أن يكون اختيار اللاعبين للمنتخب تخضع لمعيار واحد فقط، وهو الأداء، وليس حصول اللاعب على بطولة مع فريقه. بالطبع أنا حزين لعدم تحقيق بطولة مع فريقي خصوصا هذا العام. أنا كنت أتواجد مع الأهلي وكنت من العناصر الأساسية في المنتخب، على الرغم أن أدائي الآن لم يتغير كثيرا عن فترة تواجدي بالأهلي، ولكن خلال الفترة القادمة أحلم بتحقيق البطولات مع بيراميدز. فأنا ما زال أمامي الكثير ولدي طموحات كثيرة لتحقيقها سواء مع المنتخب وأولها العودة إلى المنتخب في النهاية. لو انت من محبي النادي الاهلي ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد وحصري عن كرة القدم ونادي الاهلي. كنتم مع توب تيم.